السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده وعمر كوره عالميه، اخبارنا العالميه والمحليه. لايك وشير ودعم للقناه بعمر كوره عالميه. اخبارنا النهارده اول خبر عندنا طبعا رسميا اتحاد او لجنه الفيفا، لجنه الانضباط بالفيفا تقرر منح كهرباء شهرين لدفع الغرامه لنادي الزمالك كمان بالفوائد. يعني المعنى كده ان كهرباء هيلعب لحد شهر 10، ولكن شوف المفاجأة اللي حصل. محامي كهرباء اللي هو الدكتور أشرف عبد العزيز عمل ايه؟ ارسل طبعا شاف الحكم وخد الورقة بتاع الحكم وارسل الفيفا وبلغ الاتحاد المصري كمان انه طلب من الفيفا واللجنة التأديبية حيثيات الحكم. عايز حيثيات الحكم. محكمة بقى قاعد وهلم جرة وحبال المحكمة طويل. حيثيات الحكم في اللحظة ده مهلة 60 يوم، يعني مهلة 60 يوم اللي عملها والغرامة اللي على كهرباء مش هتتنفذ إلا بعد ما تيجي أو حيثيات الحكم، لحد ما اللجنة التأديبية تبعت للاتحاد المصري حيثيات الحكم. يوصل الحيثيات ده يعني في نفس اليوم يبدا العداد يعد بتاع كهرباء. يعني ممكن حيثيات الحكم تبدا مثلا تيجي في اخر الشهر ده، اخر 8. اول ما تيجي كمان يعني حتى لو جت حيثيات الحكم هيقوم الدكتور اشرف عبد العزيز المحامي بيعمل ايه؟ يعمل استئناف. يعمل ايه؟ يرسل للمحكمه المحكمه الدوليه اللي هي كاس، المحكمه الدوليه الرياضيه كاس، طلب استئناف. تاخد طبعا ممكن تاخد شهر واثنين وثلاثة. اول ممكن بعد الاستئناف ده يصدر حكم على كهرباء في شهر 11 في شهر 12 من اول ما تيجي حيثيات الحكم، وبعد الاستئناف وبعد اصدار بعد كده ما يخلص الاستئناف ويتقبل الاستئناف من هذا التوقيت. يعني ممكن شهر 11 شهر 12 زي ما قلت كده تتفعل ايقاف او يدفع ايقاف الشهرين على كهرباء. ما كنت عملت يا نادي الزمالك كان قسط الغرامه، كان ممكن على سنين، كان 3، كان عادي لك الوقت حوالي سنه ونص، كان زمان الفلوس خلصت. عندك الخبر الثاني، لجنه المسابقات طبعا باتحاد الكوره تصدر عقوبات على نادي الاهلي وعلى نادي الزمالك بسبب مباراه الكاس واللي حصل. ايه هي القرارات دي؟ اولا حرمان جماهير الاهلي والمصري من التواجد في مباراتين في بطوله الكاس. مين هم؟ الجماهير اللي حضرت المباراه بس، ما تروحش تاني في مباراتين في الكاس بس دوري. لا. 2 ايقاف مساعد النادي الاهلي، المدرب النادي الاهلي لمباراتين وغرامه 20,000 جنيه. ايقاف علي ماهر، طبعا علي ماهر اتطرد وتلفظ بألفاظ للحكم. ايقافه 4 مباريات وغرامه 20,000 جنيه. كمان منع ابراهيم متولي عامل خلع غرفه خلع الملابس بتاع النادي المصري، طبعا خد التيشيرت بتاع النادي الاهلي ورماه في الارض وداس عليه. فغرامه دي، الغرامه دي ايه؟ غرامه غريبه يعني غريبه جدا، ان هو ما يرافقش الفريق لمده عامين. ما يرافقش الفريق، يعني الفريق يروح يلعب مثلا مع النادي المصري مثلا في اسكندريه مثلا، ما يروحش معاهم، ما يركبش معاهم الاتوبيس. غرامه الله اعلم غريبه جدا. موضوع سيد عبد الحفيظ يا جماعه كتير السوشيال ميديا اتكلمت عليه، وان سبب رحيل سيد عبد الحفيظ ايه هو سبب رحيل سيد عبد الحفيظ، ولا سيد عبد الحفيظ رحل ليه؟ طبعا كتير اللي بيقول لك رحل بسبب اولا لتدخله في الامور الفنيه لكولر. هو طبعا امور اداريه، ما يتدخلش في امور فنيه. حاجه تاني يقول لك ايه؟ موضوع اكرم توفيق كان في قطر في المستشفى بيتعالج واتحجز هناك بسبب ان سيد عبد الحفيظ ما يدفعش فلوس المستشفى، وده ايه؟ اثر طبعا ايه؟ وجت شكوى من سيد للخطيب. كمان تاني موضوع اللي حصل مع حسين الشحات واحمد عبد القادر، ويقول لك ايه؟ عدم السيطره على اوضه اللبس. يعني كلام كتير بتقال على كابتن سيد عبد الحفيظ. كمان قال لك كمان ان هو ليه دور في رحيل سافيو، ليه دور في لعيبه كتير ما جاتش النادي الاهلي بالاعاره. فكابتن سيد عبد الحفيظ هو يعني انا شايفه من احسن مدير الكره اللي جت في النادي الاهلي، زي ثابت البطل.
الدوريات الكبرى عودة حميدة للدوريات الأوروبية. طبعا كل الدوريات الأوروبية في طبعا كله في شهر 8. في بعض الدوريات هتعود، وأهم الدوريات العالمية والعربية هتعود يوم الجمعة يوم 11/8. منهم الدوري الإنجليزي. طبعا أول مباراته مانشستر سيتي يلعب الجمعه، ويوم السبت يلعب ارسنال، ويوم الاحد يلعب ليفربول مع تشيلسي، واولى مباراه ليفربول محمد صلاح مباراه قويه جدا مع تشيلسي. الدوري الاسباني كمان، والدوري السعودي، والدوري الهولندي، والدوري البرتغالي، والتركي، ده كل يوم السبت. يوم الجمعه 11/8. يوم السبت الدوري الفرنسي، ويوم 18/8 الدوري الالماني والاماراتي. اما يوم 19/8 الدوري الايطالي. عوده حميده طبعا للدوريات الاوروبيه، والمتعه كلها للدوريات الاوروبيه. عندك خبر كده هو سريع، محمد صلاح. طبعا محمد صلاح لاعب كبير، والسعوديه بتضخ اموال كتير على اللعيبه، فعرض على محمد صلاح اتحاد جده عرض على محمد صلاح 250 مليون دولار في السنه. يعني عرض عليه 4 سنوات بمليون دولار، مليار دولار. 250 مليون يعني عرض عليه بمليار دولار. تخيل مليار دولار دول يعدوا 30 مليار جنيه مصري. ولكن كلوب رفض تماما التفريط في محمد صلاح، مع انه في ليفربول ما بياخدش عشر هذا المبلغ. محمد صلاح طبعا هيكمل في اوروبا. اتمنى ان تكونوا سعدتم بهذه الحلقه. لايك وشير ودعم من قناه عمر كره العالميه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.